برغيفين عيش بس هنعمل احلى دونت اقتصادي سهل وسريع، ومكونات كلها موجودة في كل بيت وبدون زبدة. شايفين بقى الهشاشان والجمال بتاعها؟ احلى دونت هتعمليه وبطريقة تحفة جدا جدا. يلا بينا نشوف الوصفة. معانا دلوقتي تلات تلات عيش فيه ناشف زي ما انتم شايفين كده. انا مكسراه، قعدت اكسر فيه دلوقتي. بصوا يا بنات، الطريقة دي تحفة وبصوا جديدة جدا 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 وسريعة. اللي مش عملش دونتس قبل كده يروح يعملها. دلوقتي احنا معانا 3 رغيف عيش فينو، ومعانا هنحط عليها كوباية لبن دافي. لو مش عندك لبن هتحط كوباية من المية الدافية عليها معلقة من اللبن البودرة، وهنحط معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الخميرة، وهنسيبهم لحد بص ما يبقوا اللبن يتشرب العيش كده زي ما انت شايفة كده. هنحط المكونات كلها في الخلاط. مش هحتاج غير الخلاط يعني. هنحط المكونات كلها في الخلاط، ومعانا بضاية درجة حرارة الغرفة عليها فانيليا. بص يا جماعة، الطريقة سهلة جدا، بس مش هنحتاج غير معانا ربع كوباية من الزيت هنحطها والخلاط اشتغل معانا. سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا. عشان بص ولادك كان نفسه، يعني ابنك نفسه في حاجة تقدر تخش تعملها له. ودلوقتي احنا معانا من كوباية دقيق لكوباية ونص. انا الخليط بتاعي اخد معايا من كوباية ونص دقيق. تمام. هتقلبيهم كده، ولازم العجينة معاكي يا بنات تكون بتلزق. يعني لازم تكون بتلزق معاك وانت بتعجنيها، علشان اللزقان ده هو اللي هيدينا عجينه هشاشه ومطاطيه كده زي ما انتم شايفين. ما تاخدوش بالكم من الكركبه اللي احنا فيها دي. احنا في المطبخ دلوقتي. بصي يا بنات، هتقدري ايه تضربي فيها. بصي هي بتلزق معايا زي ما انت شايفه كده، هي بتلزق معايا حاجات بسيطه، بس دي لازم اهم حاجه تلزق معاكي زي ما انت شايفه كده. هنحطها تخمر بقى، هنسيبها ساعه. هنحط عليها معلقه زيت ونحطها ونغطيها كده، وبعد كده ايه هوريها لكم بعد الخمر. وهنا بعد الخمر زي ما انتم شايفين بصوا جميله هشه جميله ازاي. والله العظيم تحفه تحفه جدا جدا جدا. دلوقتي بقى بصوا بقى، انا هحطها على حبه دقيق وهنرشها دقيق وهنفردها. هتفرديها بسمك رفيع، يعني بصي مش تخين قوي ولا رفيع قوي. تمام. دي بصراحه يا بنات انا اول مره اعمل الدوناتس معاك، اول مره اعمله يعني عشان ابقى صريحه معاك ويطلع بالجمال ده. فطبيعي واحده تطلع معايا كده معوجه، مش عارفة، احنا كلنا نتعلم من بعض يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسيش يا بنات لو عجبتكم الوصفات بتاعتي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، وتقولوا لي في الكومنتات اذا كان انتوا حبيتوا الوصفه دي ولا لا، او عايزين نعمل لكم وصفات تانية. دلوقتي بقى بصوا انا جبت كوبايه، وعشان اللي مش ما عندوش قطعه الدونات زي كده، تجيبي كوبايه وغطا ازازه نضيف هتحطيه فيها تعفريه في الدقيق وايه وتشكلي بيه عشان ما يلزقش. ودي دلوقتي بعد ما عملت الكميه كلها، بعد ما عملت الكميه كلها سبتها ترتاح بتاع ربع ساعه ساعه. انا بصراحه سبتها ساعه دلوقتي عشان هي بتلزق مني خالص، فانا حطيتها بورق الزبده. طبعا اتفكت مني زي ما انتم شايفين. احنا بقول لكم انا بتعلم زيكم، كلنا بنتعلم من بعضينا. هنسيبها على زيت، مش زيت سخن ولا زيت دافي، في الوسط هتحطيها، ولما تحمر تقلبيها على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده. سهله واقتصاديه وسهله والله يا بنات. انت بقى عايزه تشكليها بشوكولاته، تشكليها بكسرات زي انت عايزاها، احنا بناكلها كده. انا باكلها كده. انا عادي ممكن اعمل لهم كام واحده بالشوكولاته كده وياكلوها بس. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. ودي يا بنات كل الكميه اللي انا طلعتها. شوفوا سهله وهشه ازاي. انا طبعا ما شكلتهاش معاكم، التشكيل ده يجيلكم انتوا على ذوقكم انتوا. احنا طبعا بنحبها كده. وتقدري تخزنيها في الفريزر في اكياس، وتحطيها في الفريزر وتطلعيها تفك بس، او سخنها في الميكرويف.